النهارده هنتكلم عن مقارنة مهمة جدا بين عربيتين مشهورين في السوق المصري، وهما فيات تيبو وام جي 5. والعربيتين دول بيجوا في نفس الفئة السعرية تقريبا، بس كل واحدة ليها مميزاتها وعيوبها. وخلينا نخش في المقارنة وتشوف انهي عربية تناسبك اكتر. واول حاجة هنتكلم فيها وهي العملية والمساحة. الفيات تيبو بتكسب في نقطة المساحة لأنها واسعة من جوه، خصوصا يعني في الكنبة الخلفية والشنطة اللي بتشيل حوالي 520 لتر، وده مناسب جدا للعيلة أو لو بتسافر كتير. والعربية مستقرة على الطريق بفضل العفشة المتوازنة اللي بتتعامل مع المطبات بشكل كويس. أما الام جي 5 شنطتها واسعة برضو، يعني حوالي 512 لتر، بس المساحة الداخلية أقل شويتين، وخصوصا في الكنبة يعني مش أحسن حاجة في فئتها، بس التصميم بتاعها شبابي جدا، وده بيخليها مناسبة أكتر للاستخدام الشخصي عن الاستخدام العائلي. تاني حاجة هنتكلم فيها وهي الرفاهية والتكنولوجيا. في الفئة تيبو فيها شاشة 7 بوصة بتديك الأساسيات مع تكييف كويس، يعني هو مش زي الياباني بس تكييف لا محترم يعني، وبتديك طقم سماعات محترم، ولكن ما فيهاش رفاهية كتير زي المنافسين. التصميم الداخلي بيعتبر بسيط ومباشر، مناسب جدا للي بيدور على العملية أكتر من الرفاهية. الام جي 5 هنا بقى بتتفوق بسبب حجم الشاشة بتاعتها. حجم الشاشة بتاعتها 10.1 بوصة، والنظام الترفيهي بتاعها حديث بالإضافة لكاميرا 360 درجة، ودي ميزة مش موجودة في الفئة تيبو. بالنسبة لخامات الام جي 5 الداخلية، هي بتدي إحساس بالفخامة أكتر، وبتحس إن العربية فيها تفاصيل شبابية وحديثة، وده بيخليها فعلا تتفوق عن الفئة تيبو في الفخامة والتكنولوجيا. تالت حاجة هنتكلم فيها وهو الأداء. الفيات تيبو جايه بموتور 1600 سي سي بيطلع 110 حصان و152 نيوتن متر من عزم الدوران، وده بيخليها ثابته وادائها كويس على السرعات العاليه، وبتيجي بجير اوتوماتيك ب6 سرعات بيقدم استجابه سلسه ومريحه. اما الام جي 5 بتيجي بموتور 1500 سي سي بيطلع 120 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وده بيخليها اضعف شويه من الفيات تيبو في الاداء والثبات. والجير سي في تي بيخلي الاداء اعلى شويه لكنه موفر اكتر في البنزين. رابع حاجة هنتكلم فيها وهي استهلاك البنزين والصيانة. وفي الفئة تيبو بتستهلك حوالي 6.5 لتر لكل 100 كيلو، وده يعتبر معدل كويس قوي. وبالنسبة لقطع الغيار متوفرة في كل مكان، لكن سعرها أغلى شوية من الام جي 5، والصيانة بتحتاج اهتمام دوري. أما الام جي 5 بتستهلك حوالي 5.7 لتر لكل 100 كيلو، وده بيخليها موفرة أكتر من الفئة تيبو، وكمان قطع غيارها أرخص، وشبكة الصيانة بدأت تتحسن مع انتشار العربيات في السوق المصري. تعالى بقى اما اقول لك على الخلاصه. لو بتدور على عربيه واسعه ومريحه وعمليه للعيله، الفيات تيبو هتكون الاختيار المناسب ليك. اما لو عايز عربيه بتجمع بين التكنولوجيا والشبابيه وتكون موفره برضو في البنزين، الام جي 5 هتكون الاختيار الاحسن ليك. خامس حاجه وهي اسعار العربيات دي. الفيات تيبو سعرها بيبتدي من 600,000 لمليون جنيه، اما الام جي 5 سعرها بيبتدي من 620,000 لمليون و100,000 جنيه. وبس كده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.